وهاي مرحبا شباب، هاي حديقة من الحدائق، يعني هاي من مئات آلاف الحدائق. شوف النظافة، تلقى لك كاغد، تلقى لك قطف جقارة، تلقى لك مثلا نستلة مشمورة. هاي الناس هي تحب بلدها، أنا ذاك اليوم فتحت باب السيارة، احنا طريقنا بمحافظات، نروح محافظات مرات شغلنا، يعني نروح مكانات بعيدة، نفتر مرات نروح الدولة، نروح الكذا، فأكثر شيء نقل السيارة، نركب بالسيارة. في اليوم من الأيام أو أمس، يمكن أمس، فكنت أنا رايح وما انتبهت انه فتحت الباب يعني بالاستراحة، وقعت من عندي هيجي مال ماكدونالدز، هذا الكارتونة ما منتبه لها اني، تبع الماكدونالدز، هذا سندويش. فقبل هذا البواب قال لي يلا علي هاي شيل اغراض مدري شني، ابا عاني انتبهت لقيت هذا الكارتونة واقعة، فورا رحت شيلتها، طلعت مكنسة من السيارة ونظفت الطريق ونظفت المكان. ليش؟ لأن الناس تشتغل. شوف هاي من بلدية جاي تشتغل بهذا البلد، الناس تنام وهم يشتغلون للصبح، يسهرون حتى ينظفون الشوارع ويرتبوها. تقعد الصبحية الناس تلقى الشوارع منظفة، شو تسوي الناس؟ تحافظ على الشوارع. أنا ما في يوم من الأيام شفت عامل بلدية يكنس شارع. ليش؟ لأن هو الشارع نظيف، الناس تتعب، الناس تحب بلدها، الناس تشتغل الناس تشتغل زين. فأكو ناس تحب وطنها وتحب تشتغل وتحب تعمل من أجل وطنها. فإحنا بالعراق إذا ردنا بلدنا يتطور شو نسوي؟ نتعب على وطننا، نحب وطننا، نحبه ونتعب عليه ونشتغل عليه. اللي يحب وطنه ما يشمر كاغد بالشارع. هسه أنا هنا من آكل مرات فد شغلة أشتهيها، فد عصير، والله البطل يفرغ. شوف باع هذا مكان، شوف السلات، والله مرات البطل يفرغ. ايش اسوي اني؟ البطل اخليه وين؟ بالجنطة مالتي، او اكون شبيدي اقرب حاوية اشمره، ما شمره بالقاع، بالريف، بالغابات. احنا نطلع طريقنا حدودي على الغابات. ما في يوم من الايام شفت واحد قال لي واحد من جماعتنا نزل الجامع وخلنا نشمر البطل بالغابة. ماكو هيك شيء بالغابة. يشوفون الحاوية مال الزبالة ماكو على الطريق، يصفطون السيارة ويحطوها البطالة والشغلات اللي ناكلهن بكياس. شوف الشوارع هذا، شوف الحديقة مخططيها زين، خو ما تدخلها السيارات بس هم مخططيها. يعني اذا تعدى طفل، يتعدى مثلا واحد عنده باسكل، انت تمشي لازم توقف، انت تمشي لازم توقف. شوف هاي الشوارع شلون مخططة، هي حديقة هاي مو شارع عام. بس شني؟ اكو ناس جاي تشتغل، تمام. انا واحد من الاصدقاء طلب من عندي انه اتكلم باللغة الفصحى، قلت له ما يحتاج اتكلم باللغة، هو اني جاي اتكلم للشعب العراقي، ما جاي اريد اتكلم باللغة الفصحى وكذا وهاي، لا ما يحتاج. احنا نريد نوصل رسالة للشعب انه لازم يتعب على روحه. هسه كل الناس تريد تهجي من العراق، صحيح. انا قبل كنت واحد من عندهم بسبب ظروف بالله ما نريد نحكي بيها. المهم تهجي من العراق لان هو الشعب هو سبب المشكلة. يعني هو ما جاي يطور من روحه، زين، ما جاي يطور من روحه، ما يطور من روحه. ليش؟ لان مثلا خلنا اوضح، يعني هسه مثلا احنا حكينا عن النظافة، قلنا هاي النظافة وهذا الترتيب وهاي الشوارع الحلوة وهاي الحدائق الحلوة، تكلمنا عن موضوع النظافة. زين، نتكلم عن موضوع ثاني اللي هو المشاكل هاي اللي جاي تصير بين الشعب. يعني مثلا انت حضرتك تريد تروح لشغلك، سواء حضرتك كان شغلك مثلا تشتغل في موقع بناء، او كنت تشتغل في
مطعم او كنت تشتغل في فندق او اي شغلة او في وظيفتك، الموظفين اللي وياك سواء كان في موقع البناء او في اي مكان هم يخلقون الجو المزين. ليش؟ مثلا واحد سمع واحد كلمة، واحد ضوج واحد حكى له حكاية، واحد ذباله كلام فضوج الناس، ضوجها. يعني انت مثلا جاي تطلع للشغل يجي واحد يغلط عليك او يذب لك حكاية، او مثلا المهندس مالتك شايف روحه من يطب ما يقول لك السلام عليكم، وشوفه جايه وجهته مقلوبه من الصبح. هنا ماكو هيك شيء، هنا المهندس والطبيب والطيار يقعد يمك، ما عبالك هذا عنده شهاده طبيب او طيار، يقعد يمك انسان بسيط، انسان عادي كلش عادي فقير، تباوع له تقول الله هذا شنو، هذا منو هذا؟ بعدين تتفاجئ انه هذا طبيب. انا في يوم من الايام كان اكو واحد كنا دائما من قاعد بالحديقه انا واصدقائي، فاكو واحد كان بوقتها عنده عطله، يعني البلد كله عطله، حتى اليوم يعني احنا عندنا عطله. فمن جيت انا سالته قال لي انا مرخصتك علي راح اروح يعني. قلت له ليش؟ هو ايطالي. قلت له ليش؟ قلت له بعد وقت. قال لي لا مو انا باكر عند دوام. قلت له شلون دوام باكر غير عطله؟ قال لي لا مو احنا عندنا دوام. قلت له انت وين تشتغل؟ قال لي مو انا طبيب. انا تفاجئت والله اول مره انا اسمع هذا الشيء. قلت له تفاجئت انه هذا الشخص طبيب. حتى سألته قال له اي طبيب كان انت ما تدري؟ قلت له لا ما ادري، انا اعرف مثلا انه الطبيب او المهندس وهذا يعني يكون شويه يعني مثل ما نقول فارض روحه يعني تمام، بس هاي بالعراق هاي مو هنا. يعني هنا ما عندهم مثلا تكبر. فانا جبتها على طاري المهندسين. انا اتذكر من كنت اشتغل بالبناء او كنت اشتغل بالمطعم وشغلات هاي، فمن كنا يجي مهندس ويجي هاي ما يسلم عليك، مستحيل. يعتبر السلام يعني مثل كانما انت جاي تستغله اذا تقول له السلام عليكم. يعني هاي عقلية التخلف اللي احنا عايشين بيها مو طبيعية، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا التخلف. وحتى اكو بعض الناس اذا سعى السيارة بعد ما يسلم، تكبر صار عنده، صعد للسيارة مثلا $15,000 او ما ادري شنو. هاي العالم هذول يبنون مجتمع؟ مستحيل. شوف هسه هذول اطفال جاي يلعبون هنا ماكو واحد مثلا يزعل واحد. انا صاير لي هسه قد هنا ما في يوم من الايام شفت واحد زعل واحد والله، ولا سمعت. حتى بالشغل ما في يوم من الايام شفت اثنين يتناقرون او واحد يزعل الثاني. هنا ماكو واحد يزعل الثاني، مستحيل. لين